سلام حبوباتي، مرحبا بكم. إن شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. كما قاعدين تشوفوا هذا الطبق راح نديروه ساهل ماهل، والشوربة هذه راح نديرها خاصة حبوباتي الناس اللي عندهم الكولون راح تفيدكم بزاف. تبعوا فقط للأخير. هنا راح نديروها غير بالدجاج وبالفريك تاع الذرة، وراح نرفقها مع خبز الفيسال حبوباتي. كيما تقدروا هذا الخبز الناس المرات تقدروا ديروه بالخميرة عفوا بالفرينة تاع الشعير، وراح يجيكم روعة. شوفوا كيفاه يجي خفيف ويجي هشيش البنات، وبربي ان شاء الله دوكا نعطيكم الوصفة ونعطيكم المقادير وراح يعجبكم، واللي تجربوا تخليلي رايها في التعليق. تقدروا ديروا هذا الطبق في الأيام تاع رمضان. كما تقدروا ديروه يعني في الأيام هذه كاين ناس بزاف صايمة وراح تفيدكم هاد الوصفة بزاف. شوفوا أنا حبوباتي نبداو في الدجاج، نروح نقسمو مربعات هكا صغار. كما تقدروا تحبوا تحطوا نصف صدر الدجاج كامل، ومن بعد كي طيب تفتوه. أنا نحب نديرو هكا خير البنات، باه من بعد يجيني كلش مفروز، يعني كل حاجة في بلاصتها. تابعوا فقط الفيديو حبوباتي، وبإذن الله راح نحط لكم هذه الأيام وصفات خاصة بالشهر الفضيل بإذن الله. إن شاء الله يا ربي بلغنا ربي رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. هنا بعد ما قسمت الدجاج تاعي حبوباتي راح نجيب البرمة. أنا هنا راح نحط كامل المكونات مع بعضهم، وهنا نبدأ نجيب البصل اللي كنت ربيتو. شوفوا هنا البنات متوسط شوية، مرحيتوش رقيق بزاف. ونضيفو زيت الزيتون بما أن قلنا راح نديروها عفوا صحية. راح نضيفو هنا زيت الزيتون، والتوابل هادو كذلك صحيين. درت زنجبيل كركم، كذلك البنات درت كمون وبسباس مرحي. ديروا البنات التوابل يعني اللي ما يضروش في الاستوما. وهنا كما شفتوا ضفت الملح وضفت الطماطم. هنا البنات في المرحلة هذه تاع الطماطم تقدروا ديروا الطماطم ترحيو حبة طماطم يعني وتحطوها. أنا هذيك الطماطم كنت خدمتها في الدار، وبإذن الله راح ندير لكم فيديو خصيصا ليها. وكما شفتوا درت الدبشة والمعدنوس وضفت النعناع وحطيتهم مباشرة يتقلاو. وهنا نرجع للخبز تاعي. حطيت كاس حليب ودرت ملعقة خميرة الخبز وملعقة سكر. هنا بعد ما تقلات لي البرمة راح كنت سخنت الماء، ونضيف الكمية يعني اللي نحتاجها. ضيفوا البنات الشوربة تحب كي تضيفوا لها الماء مباشرة. وهنا شوفوا الفريك اللي خدمت به، ها هو البنات. شوفوا كيفاه يجي من الداخل ويطيب عادي ويجي كيما الفريك العادي. هنا راح ندي الكمية اللي نحتاجها. شوفوا اللون تاعو كيفاه يكون أصفر، راح يجي عادي البنات. وصدقوني البنة الشوربة العادية ما كاين حتى فرق. هنا نحطو في صحن وندير له الماء. طريقة الطبخ تاعو البنات كيما الطريقة العادية تاع الفريك. هنا نرجع للعجينة تاعي بعد ما اختمرت، عفوا هذاك الخليط اللي درتو تاع الخميرة والسكر والحليب. ومن بعد هنا نضيف بيضة كاملة. كما تقدروا تضيفوا بياض البيض فقط، ونضيف 3 ملاعق زيت. هنا البنات انا درت زيت الزيتون. ونبدا نضيف في الفرينة. ضيفوا غير بشوية البنات، ديما نقول لكم الفرينة كل واحدة والفرينة تاعها. كذلك ما تنساوش تغربلوا ديما النواشف، غربلوهم باه يعطيوكم نتيجة مليحة. هنا غير بسباتيلا. شوفوا كيفاه قاعدة ندخل في العجينة تاعي في بعضها. كيما تقدروا تخدموا بيدكم مباشرة البنات، أنا من أجل التصوير فقط.
وهنا كيما شفتوا ضفت الكاس الثالث تاع الدفعات. هاد الوصفة البنات ناجحة 100% وتقدروا تخدموا بيها كلش، تقدروا ديروا بيها البيتزا، تقدروا ديروا بيها المعجنات كامل. وشوفوا هنا كملت هذيك الكمية تاع الكاس الثالث. أنا العجينة هذه كيما شفتوا البنات دات لي 3 كيسان بالضبط، والكاس اللي تخدموا به الحليب كملوا خدموا به الفرينة. هنا كنت مضطرة البنات نخدم بيدي، وشوفوا كيفاه ندخل العجينة تاعي في بعضها. شوفوا القوام اللي نحتاجو، نحتاج العجينة تكون طرية بزاف تتلاصق في اليدين، باه من بعد يجينا الخبز تاعنا خفيف من الداخل. وحطيتها تختمر، وشوفوا هنا بعد ما اختمرت وتضاعف الحجم تاعها راح نكمل نخدمها. الخطوات حتى هنا البنات واضحة. كما شفتوا أنا الملح ضفتو في المرحلة هذه على خاطر الخميرة البنات كيما على بالكم كي نحطوا لها الملح مش راح تختمر معنا بالسرعة هذه، راح تطول شوية في الاختمار. وعلى هذه أنا خليت الملح للمرحلة هذه. هنا نحطها على سطح العمل، وكما شفتوا راح ندير كمية من الزبدة، متكتروش البنات. شوفوا أنا ديك الكمية اللي درت مش كبيرة بزاف. وندلكها هكا شوية على سطح العمل. هنا ضفت كمية من الزبدة كما شفتوا البنات. انا في الاول ما حطيتش بزاف الزبده، وعلى هذه ضفت. نتوما تقدروا ديروا ملعقه كبيره تكون معمره مليح. شوفوا هنا كيفاه بعد ما عجنت العجينه تاعي راح نديرها كويرات. انا البنات قسمتها على 9. اللي يكون البلا تاعها صغير اللي تدخلوا للفور تقدروا تقسموها من 11 حتى 12. نكورهم بالشكل هذا البنات، ومن بعد نبدا في الطريقة تاع التشكيل. هنا بعد ما كورتهم البنات خليوهم يرتاحوا حتى 10 دقائق راح تكون كافية. من بعد هنا نروح نجيب شوية فرينة نرش سطح العمل باه نعاون روحي، على خاطر العجينة تاعي هذيك خليتها تتلاصق في اليدين. شوفوا المرة الأولى راح نديرهم بالشكل هذا ما نطولهمش بزاف. بعد ما نشكلهم بالشكل هذا راح نزيد نخليهم يرتاحوا شوية. البنات العجينة هذه تحب كي ترتاح، ما تخدموش بيها مباشرة. شوفوا البنات انا كيما شفتوا هنا ما حذفت معاكم حتى خطوة باه يعني ما تفوتكم حتى خطوة وتتحصلوا على نفس النتيجة في الأخير. البنات اللي ما يحبوش الزبدة وما يقدروش للزبدة تقدروا ديروا زبدة طبيعية. كاينة زبدة هذيك اللي تتباع تاع الراعي أنا خدمت بها هنا، تقدروا ديروها البنات زبدة طبيعية. وكما شفتوا يعني الخبز تاعي هذا ما فيهش يعني مواد اللي تضر في الكولون. خدمت بالزيت الزيتون وخدمت بالزبدة الطبيعية زبدة الراعي. هنا بعد ما ارتاحوا شوفوا كيفاه البنات نحلهم بالطول هذا. تكوني البنات هي تبان لكم فيه خدمة بزاف، ولكن يعني ساهل غير ما تبداو راح تكملوا ليه يعني. شوفوا أنا درت فيه هذا تاع الخبز. في الوقت هذا تكونوا نتوما سخنتوا الفور تاعكم. شوفوا راح تمشي معاكم بالخف. هنا أنا شكلت معاكم شحال من حبة كيما شفتوا، ما حذفت حتى مقطع باه تستفادوا كامل، وباه المبتدئات يقدروا يخدموا
هاد الخبز وراح يعطيهم نفس النتيجة. شوفوا حبوباتي كيفاه بسم الله ما شاء الله، شوفوا كيفاه جاو طوال وجاو حجم واحد، ونخليوهم هاكا يختمروا شوية، وأنا راح نكمل باقي الكمية بنفس الطريقة. اللي وصلت حتى هنا وهي تشاهد في الفيديو كدعم منكم ليا، ما تنساوش ديروا متابعة، وما تنساوش حبوباتي ديروا لايك للفيديو. وبإذن الله البنات هاد الأيام راح ندير لكم وصفات خاصة برمضان بإذن الله. كما قلت لكم إن شاء الله يا ربي يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ومش راح البنات في رمضان مش راح نركزوا غير على الأكل، أكيد راح نركزوا على الصيام والعبادة والصلاة. إن شاء الله يا ربي يقدرنا ربي. هنا حبوباتي كيما شفتوا درت شوية بيض، عفوا صفار البيض مع الحليب، ما تكتروش بزاف البنات، حطوا قطرات برك، ودرت قليل من القهوة، ونزينو هكا بالجرجان والسانوج. صدقوني يا البنات هاد الخبز بنين بزاف عن تجربة يعني، وكون معجبنيش مش راح نحطلكم الوصفة. إن شاء الله يا ربي تجربوه كامل وتنجحوا فيه. واللي تجربوا تخليلي رايها في التعليق، واللي عجبتها الوصفة ما تنساش دير لايك للفيديو ودير متابعة. هنا كيما قلتلكم راح نكمل الكمية اللي بقاتلي بنفس الطريقة. نهنا هاذيك الكمية تاع الفرينة البنات كيما شفتوا، عفوا تاع الحليب، كاس حليب خرجت لي 9 وشوفوا كيفاه خبزات. جاب وروعة. خفاف ريشة البنات، صدقوني خبز ولا أروع. راح يفيدكم بزاف، خاصة في الأيام الأولى تاع رمضان، راح نكونوا نتشهاو بزاف بإذن الله. وهاد الطريقة يعني سهلة ومش مكلفة، تقدر حتى أي مبتدئة تقدر تديرها. شوفوا هنا قسمت معاكم، هنا البنات أنا قسمته معاكم وهو سخون. كي يبرد راح ينشف وراح يولي خفيف على هكا. وشوفوا هاذيك الخفة وهاذيك الهشاشة والطراوة بسم الله ما شاء الله. ننصحكم تجربوه حبوباتي، الوصفة ساهلة كيما قلت لكم وتقدروا ديروها ومش مكلفة يعني بزاف، المكونات تاعها متوفرة في كل بيت، وكيما شفتوا غير بكاس حليب وشوفوا النتيجة بسم الله ما شاء الله. شوفوا البنات كيفاه طري. وهنا هذه هي النتيجة البنات، أنا كفكرة فقط، نتوما قدموه بالطريقة اللي حبيتو، وقدموه تقدروا كذلك ديروه مع الحساء كيما حبيتو يعني، مجرد أفكار وكل وحدة وتعرف يعني أفراد العائلة تاعها واش يحبوا. كيما قلت لكم الخبز هذا صحي، يعني ما فيهش مواد تضر، وكذلك الفريك هذا ولا شوربة فريك درتها كيما قلت لكم بالدجاج بصدر الدجاج، باه تكون خفيفة شوية على أصحاب الكولون، درتها بالفريك هذاك تاع الذرة. والخبز البنات تقدروا تخدموه بالفرينة تاع الشعير، تعوضوا يعني هذاك الدقيق الأبيض تعوضوه بالفرينة تاع الشعير، وراح تتحصلوا على نفس النتيجة. وبإذن الله راح نحط لكم وصفات بالفرينة تاع الشعير، الوصفات تاعها يجيو ناجحين، والخبز ولا المعجنات تاعها ناجحين 100%. هذه هي النتيجة البنات اللي تحصلت عليها، اللي وصلت حتى هنا ما تنساش كدعم منكم ليا حبوباتي الضغط على زر الاشتراك واللايك. إن شاء الله يا ربي نتلاقاو في وصفات أخرى بإذن الله. تهلاو في رواحكم حبوباتي، سلام.